واش عمرك حسيتي بواحد القرصة صغيرة في جلدك ومن بعد لقيتي دمك تسحب بلا ما تحس؟ فغي هادشي كيديرو البعوض، حشرة صغيرة بزاف ولكن فيها نظام معقد ما كتخيلوش. أول حاجة خاصك تعرف، ماشي كل البعوض كيشرب الدم، غير الأنثى هي اللي كتحتاجو باش تقدر تنتج البيض. ولكن كيفاش كدير هاد العملية؟ البعوضة ما عندهاش إبرة وحدة، راه عندها مجموعة ديال الإبر الدقيقة بزاف مجتمعين في خرطوم واحد. ملي كتحط على الجلد كتقلب على المكان المناسب، ومن بعد كتغرز الإبر ديالها بلطف. واحد كيشق الجلد، واحد كيقلب على العروق، وواحد كيبدا يمص الدم. ولكن الغريب هو أنها كتفرز مادة خاصة. هاد المادة كتمنع الدم يتجلط وحتى كتنقص الإحساس بالآلام باش تبقى تشرب وانت ما حاس حتى بشي حاجة. والصدمة الكبيرة هي أن البعوضة كتقدر تختار الضحية ديالها، كتنجذب لريحة العرق والتاني أكسيد الكربون اللي كتنفسه وحتى الحرارة ديال الجسم. يعني بعض الناس كيكونوا مفضلين عند البعوض، وملي تسالي كتطير بهدوء وتخليك غير مع الحكة. ولكن الحكة ماشي بسبب الغرزة، بل بسبب رد فعل الجسم ديالك على المادة اللي حقنات فيك. سبحان الله، حشرة صغيرة ولكن فيها دقة وتنظيم عجيب، كتعرف فين تمشي وكيفاش تدخل وكيفاش تخرج بلا ما تبان. ودابا ملي تحس بواحد القرصة بسيطة ما تقولش غير بعوضة وخلاص، راه كائن صغير فيه نظام معقد بزاف كيخليك تتساءل كيفاش هادشي كامل كيخدم.